وبسم الله قبل ما يبدأ فيلمنا نصلي على النبي. تخيل انك تجيب جنايني هادي وعجوز عشان يوصلك الشجر في قصرك، بس تكتشف فجأة ان الجنايني ده هو اخطر راجل في العالم. ولما عصابة مسلحة تقتحم القصر وتفتكر ان المهمة سهلة، الجنايني بيبدأ يقص رقابيهم بدل ما هو بيقص الشجر يا معلم. فيلا جهز مشروبك المفضل وبينا نعيش اجواء فيلم النهارده. فيلم النهارده مش مجرد اكشن، ده صراع بين قمة السلطة في باريس وبين عصابة محترفة ما بترحم. القصة بتبدأ من قصر الرئاسة بفرنسا لما مسؤول كبير بيسلم ظرف سري لواحد من الحرس الرئاسي. الظرف ده مش جواب عادي، ده بيكون فيه قائمة الموت اللي هتغير حياة ناس كتير خلال ال 48 ساعة اللي جايين. بننتقل لمكان مجهول وبنشوف شخص غامض ماسك تليفونه وبيسمع جملة تخوف: القايمة جاهزة وفي طريقها ليك يا باشا، مفيش غير 5 أسماء بس السنة دي وقدامك 48 ساعة عشان تنهي المهمة فيهم. الشخص ده هو زعيم عصابة محترفة بيدخل على فريقه، وبدل ما يناديهم بأسماء حقيقية بيبدأ يوزع عليهم أسماء رمزية مستعارة كده غريبة، وبيختم كلامه بجملة تقشعر لها الأبدان: استعدوا موسم الصيد ابتدى والقايمة في الطريق. بنشوف حارس الأمن اللي راكب موتوسيكل وماشي بأقصى سرعة عشان يوصل الظرف السري، بس فجأة وفي لحظة غدر بيتعرض لحادث مروري وشكل موسم الصيد ابتدى فعلا. بنروح لبيت سيرج ده مش بس مسؤول كبير، ده كمان زوج تحت الحصار، يعني مراته مضايقاها عليه شوية. في الوقت اللي هو غرقان فيه في مكالمة فيديو مصيرية مع مسؤول تاني، فجأة الباب بيخبط خبطة قوية وبتدخل مراته وهي واصلة لقمة غضبها وبتقول له بقى بعصبية: احنا في اجازة يا استاذ سيرج، مفيش فاصل؟ ايه بنتك محتاجة ابوها مش محتاجة مسؤول، سيب الشغل ده يا اخويا وانزل ساعدني في رعاية بنتك شوية، شوفنا شوية. سيرج هنا بيتحول لممثل بارع، بيبتسم بكل هدوء وبيتقمص شخصية الزوج المصري وبيمتص غضبها بكلمتين حلوين، وبيقول لها: يا قلبي ان خلاص ده اخر ايميل وهقفل فورا عشان افضلك انت والبنت ونقضي الاجازة سوا. اول ما مراته بتطمن وبتخرج من الأوضة بيجري على الشاشة عشان يكمل المكالمة بتاعته. في اللحظة دي سيرجي بيستقبل مكالمة من صديق عمره الدكتور اللي شغال في الطوارئ. الدكتور صوته كان فيه رعشة غريبة وهو بيحكي عن حادثة الرئاسة، وبيقول له: يا سيرج، الراجل ده كان حارس من الرئاسة ومات بين ايدي، بس ساب معايا ظرف فيه ورقة غامضة جدا فيها 5 أسماء بس، أنا مش فاهم الأسماء دي مكتوبة بتاعت ايه ولا لإيه، بس اللي فاجئني إن اسمك مكتوب في القايمة دي في الرقم 5. سيرجي في ثانية واحدة عرف يفهم اللي الدكتور معرفش يفهمه، عرف ان الورقة دي مش مجرد اسماء، دي قائمة لتعيين وزير مالية جديد. وقال له: بارك لي، صاحبك بقى مرشح لمنصب وزير المالية الجديد. وقال له: صور القايمة وبعتها له حالا، وما يعرفش ان القايمة دي هي اللي هتجيب اجله. وفي عز التوتر ده بنشوف بنته وهي بتصور ليه من بعيد كأنها حاسة ان في حاجة غلط هتحصل، بس الكارثة الحقيقية بتبتدي بقى في المستشفى. العصابة مش سايبة وراها اي خيوط وبيروحوا للدكتور عشان يخلصوا عليه ويسرقوا منه القايمة تاني. وهناك بيلاقوا ان اخر مكالمة للدكتور كانت مع سيرج، والشخص ده اصلا موجود في القايمة وهدف اساسي خلاص ليهم دلوقتي لازم يموت. العصابة بتركب عربيتها وبتبدأ تتحرك وبكل احترافية بيقدروا يحددوا مكان سيرج. اللحظات اللي جاية لحظات هتحبس الانفاس، لان الموت خلاص دلوقتي بقى على بعد خطوات من بيت الجناين يا معلمين. وهم متحركين صاحبه بيقول له: في شخص قريب اسمه على القايمة هنا موجود، نبتدي بيه كده نسخن ايه مهمة كده على السريع عشان ايه نبتدي المهمات بتاعتنا وربنا وفقنا بسرعة. وفجأة الهدوء بيختفي تماما. ليو وهو بيراقب بيلمح كده مركبتين عليهم فرقتين من القوات الخاصة، بس دول مش جايين يحموا حد، دول جايين عشان يمسحوا عيلة سيرج من على وش الارض تماما. الاقتحام بيبدأ بضرب نار احترافي بطلقات مخدرة، الكل بيقع واحد ورا التاني. وفي مشهد يرعب بنت سيرج بتلاقي فوهة سلاح مصوبة على دماغها، البنت بتصرخ صرخة هزت اركان الفيلا كلها. الصرخة طبعا اول ما وصلت لسيرج اللي كان بياخد شاور ولا على باله ومروق، اول ما سمعها طلع يجري بذهول عشان يلاقي القوات احتلت المملكة بتاعته. سيرج المرعب بيستخبى هو ومراته وبيحاول يقنع نفسه انها مجرد سرقة، وبيقول لها لازم نطلب الشرطة دلوقتي حالا. المسكين ما يعرفش ان اللي بره دول اصلا هم اللي بيعملوا القانون وما بيحوقش معاهم الشرطة. سيرج بيحاول يدور على اي حاجة يدافع بيها عن نفسه، وفي لحظة بيلاقي فرد من العصابة وراه وبيطارده بالرصاص المخدر. سيرج بيجري بأقصى سرعة لغرفة ليو وطلقات بتصفر جنب ودنه، وفي
آخر لحظة هنا ليو بيفتح الباب وبيسحبه لجوه. هنا بقى اللعبة بتتغير تماما. سيرج واقع على الأرض مش قادر يجمع أنفاسه، وليو بيحاول يفوقه، والعصابة بتقتحم الغرفة ورا بعض، لكنهم ما يعرفوش إن هم دخلوا عرين الأسد ليو ومش هيطلعوا منه بسلام. بيتحول ليو في وقتها لماكينة قتل بشرية، وبكل احترافية وسرعة بيصفي أفراد العصابة واحد ورا تاني في ثواني يا معلم. ليو ما بيكتفيش بكده بس، ده بياخد سيرج المخبأ سري تحت الأرض، ملجأ كده محصن محدش يعرف عنه أي حاجة إلا هو. وهناك سيرج بيكشف الحقيقة المرة لليو وبيقول له أنا مرشح لمنصب وزير المالية، وفي قائمة إعدام فيها 5 أسماء لقوها مع جثة حارس جمهوري، وأنا طلعت اسم من الأسماء دي. في الوقت ده بقية العصابة وقائدهم فيبوس بيوصلوا للفيلا، والصدمة كانت ملجمة للكل. بيلاقوا رجالتهم النخبة مرميين جثث على الأرض يا معلم. فيبوس بيتجنن وبيسأل مين اللي عمل كده، ولا يقدر يعمل كده في قوات خاصة أصلا. بيلاقي واحد من رجالته كان خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة وبيحاول يحذره من ليو، بس طبعا فيبوس كان غضبان وما فهمش التحذير بتاعه. وفي قلب المخبأ السري سيرج بيبدأ يجمع خيوط اللعبة كلها، وبيفتكر إن في ملف سري جاله من أسبوعين هو اللي قلب الدنيا دي كلها. بيقرر هو وليو يطلعوا من المخبأ عشان يجيبوا الملف، بس الصدمة بقى كانت لما سيرج شاف ليو بيحضر عدة الشغل، جايب معاه مقص شجر وجايب معاه فاس صغير وشوية أدوات بدائية كده. سيرج بيبص له بذهول وبيقول له يا عم هو أنت مفكر نفسك رامبو؟ يا عم دول قتلة محترفين يا ليو، طب بمقصك ده هتعمل إيه قدام الرصاص؟ طبعا ليو ببرود أعصابه المعتاد رد عليه بكلمة واحدة، قال له الكلام الكتير مضيعة للوقت، سيبك من الكلام الكتير وتعالى شوف الفعل يا كبير، يلا بينا نبتدي. الاتنين بيبدأوا يتحركوا وسط العصابة زي الشياطين، محدش شايفهم ولا حاسس بيهم، بس ليو فجأة بيقف مكانه، عينه بتتحول لشرار، بيشوف جندي مستهتر بيطفي سجارته في الورد اللي ليو أصلا بيزرعه وبيحبه وبيقدسه أصلا، ولا وبيدوس عليه كمان بجزمته يا فجرك يا أخي. وهنا الجندي ده حفر قبره بإيده وهو ما يعرفش. ليو بيظهر فجأة من وراه في لمح البصر، وبحركة احترافية بيقطع إيده وبيخليه عبرة. في وسط المعمعة دي القائد فيبوس بيعمل أغرب حاجة، وهو إنه بياخد مركب وبيهرب. سيرج وليو بيوصلوا للكمبيوتر، بس الموبايل للأسف مش معاه. سيرج بيفتكر إنه بعته على الأيباد في غرفة بنته شارلوت، بيروح هناك وهو قلبه هيقف، وأول ما بيدخل بيطلع يجيب بنته من مكان مخبيينها فيه، فيقع وبيحس بيه 2 من العصابة، وقبل ما يلمسوه ليو بيظهر زي الكابوس بيشتبك معاهم في صمت تام عشان محدش يحس بيهم من بقية الجيش. وفجأة بيدخل عليهم أزميرالدا، واحد من أخطر القتلة في العصابة. تبدأ معركة شرسة ما بينهم، المواجهة كانت يعني بص كسروا عظام بعض. ليو بيقدر يطعن أزميرالدا في رجله، في لحظة غدر جندي بيفوق وبيمسك ليو من ظهره، وأزميرالدا بيسحب سكينة وبيقرب من سيرج عشان ينهي حياته، لكن ليو في حركة أكروباتية كده بيتخلص من الجندي وبيرمي شوكة حديدية ترشق في ظهر أزميرالدا توقعه في الأرض في ثانية واحدة. سيرج وليو بينسحبوا بسرعة للمخبأ معاهم الطفلة الرضيعة، وسيرج بيبص لليو بذهول وبيقول له انت مين بالظبط يا عم؟ انت كل المهارات دي ومخبيها؟ انت ازاي جنايني وازاي حافظ مداخل ومخارج البيت ده اكتر مني؟ ليو سكت، ملامحه اتغيرت، كان لسه هينطق بس فجأة قفل الموضوع وتعابير وشه بقت قاسية تاني. سيرج اتعصب وقال له ممكن تطلع بستاني بجد؟ مين عارف؟ جاب ورا، بس الحقيقة كانت أعمق بكتير من مجرد مقص شجر ولا إن هو جناين. وفي الجانب التاني أزميرالدا بيرجع لزمايله وهو بيعرج وبيخر دم، وبيقول لهم جملة مرعبة: سيرج مش لوحده، ده معاه وحش وأنا ما قدرتش عليه، وبيرمي سلاحه وبيمشي وهو مكسور يا عيني. وقائد العصابة مسك عيلة سيرج وبيسألهم بجنون مين تاني معاكم في البيت هنا ومخبيينه ومش قايلين عليه. الرد نزل عليهم زي الصعقة: مفيش غير ليو الجنايني بتاعنا. ملامحه اتغيرت والدهشة شلت عقولهم. معقولة الجنايني العجوز هو اللي عمل كده؟ كل القوات النخبة دول قوات خاصة فوق الأرض. العصابة كانت بتغلي. فيبوس مش مصدق إن في شخص واحد قدر يعمل كل ده في رجل. أمر أزميرالدا إنه يخترق ملفات ليو، بس الصدمة كانت إن ملف الجنايني مشفر بأكواد عسكرية مستحيلة. مين ده اللي ملفاته محمية كأنه رئيس دولة ده؟ في عز الحيرة دي كلها واحد من المرتزقة بيصرخ: لقينا الباب! كشفوا المدخل السري للقبر، وبدأوا جيش المرتزقة ينزلوا السلالم زي الشياطين عشان ينهوا الكابوس. تحت في ضلمة ليو كان سابقهم بخطوة، وبحيلة بسيطة وذكية عرف إنهم دخلوا منطقته. سيرج صرخ فيه وقال له اطفي النور، بس المرتزقة ما كانوش جايين يلعبوا، دول لابسين نظارات رؤية ليلية وشايفين كل ذرة تراب في القبر. فكروا إنهم كده سيطروا، يبقوا ما يعرفوش إنهم داخلين حقل ألغام بشري. ليو كان مجهز فخاخ تخلي رامبو ذات نفسه يترعب، وبمجرد ما أول جندي خطى أول خطوة سكاكين مخفية
حرفيا انطلقت زي البرق ورشقت في صدره، ووقع جثة هامدة على الأرض في ثانية واحدة. المعركة دلوقتي مش رصاص وضجيج، دي معركة بقاء في الضلمة، الجنايني ضد الموت. وهنا بنشوف الجندي كوازيمودو وزمايله ماشيين بحذر، وفجأة بيحسوا إن الأرض بتتحرك من تحتهم، هوبا فخ جديد انطلق في نفس الثانية. كوازيمودو بخبرته كقاتل بيرمي نفسه على الأرض بسرعة البرق، لكن زمايله ملحقوش حتى يرمشوا. الفخ الحديدي انطلق ورشق في دماغه، فجرها ووقع جثة هامدة في مكانه. وفي عز المجزرة اللي بتحصل تحت الأرض دي بنشوف سيرج وهو ضامن بنته الرضيعة صدره ومستخبي في ركن ضلمة، بيحاول يكتم أنفاسه وحتى أنفاس كمان الطفل عشان مفيش حد من الشياطين دول يلمحهم بس كده ويفنشوا على طول. بس كوزيمودو بيشوفه وبيقرب منه عشان يقتله. المعركة تحت الأرض بتتحول لمجزرة صامتة ساعتها. ليو بيشتبك بقى مع كوازيمودو في قتال تكسير عظام. سيرج بيحاول يساعد بس بيعمل كارثة، بيضرب ليو برصاصة مخدرة بالغلط. ليو بيبدأ يدوخ ويفقد وعيه للأسف، وكوازيمودو بيستغل الفرصة وبيطبق على رقبة سيرج. لكن وحش المخابرات ليو بيفوق في آخر لحظة، ده ما بيفوقش فيه يابا مخدرات ولا مهدئات ده، وبينزل بلكمات حديدية على وش كوازيمودو وعلى كوازيمودو لحد ما يفقده وعيه تماما. هنا بقى اللحظة اللي كلنا استنيناها. سيرج من كتر الرعب بيحقن نفسه بأدرينالين، وبنشوف مشهد خيالي. سيرج بيتخيل نفسه بطل خارق داخل على العصابة بقى بقلم وختامة وبيروقهم واحد واحد. حتى قائد العصابة فيبوس بيقطع صباعه، لكن الحقيقة بتصدمنا. سيرج كان كل ده بيتخيل وهيليبيلي في أحلامه، وفضل يضرب نار بعشوائية وهرب زي الأرنب في الآخر. ليو بيكلم فيبوس وبيقنعه بتبادل سيرج مقابل العيلة كلها. المكالمة كانت تمثيلية عشان بس يحمي العيلة. العصابة بتنجح في اختراق ملفات البستاني اللي هو الجنايني، وهنا الصعقة نزلت على الكل. فيبوس بيكتشف إن الجنايني هو الرقيب بوم، أفضل جندي في تاريخهم الحاصل على 5 أوسمة عسكرية. فيبوس طلع هو القائد ماسون صاحب ليو القديم، يعني في الآخر طلعوا صحاب. مكالمة لاسلكي بينهم كانت مرعبة. ماسون بيقول له أنت كنت أخويا يا ليو. ليو رد عليه برد زلزل كيانه، الجنود اللي بيقتلوا الأبرياء عمرهم ما يكونوا اخواتي، على مبدأك يا أبو ليو. في الحديقة بقى أزميرالدا بيوصل لليو وسيرج وبيشتبك مع ليو اللي كان شايل الطفلة الرضيعة. أزميرالدا بيجرح إيد ليو ويوقعه وبيرفع المسدس في وشه، بس سيرج بيتدخل ويطعن أزميرالدا بالسكينة ويقتل. المواجهة الأخيرة بالليو وماسون بتبدأ، بيرموا السلاح وبيلعبوا إيد بإيد بقى يا معلم، وليو بيضرب ماسون ضربة بيوقعه على زهرة الصبار وبيقول له ببرود إيه رأيك في أزهاري اللي أنا زارعها، وبيخنق ماسون بفرع البلاب وماسون بقى يفرفر تحت إيده. ماسون بيطلع طبنجة غدر، بس كوازيمودو اللي ضميره صحي فجأة بيضرب طلقة تخرم إيد ماسون. ليو بياخد المسدس وبينهي حياة ماسون بضربات قوية على ليو. بيشكر كوازيمودو وبيروح يودع عيلة سيرج بيسأله هو ماسون خلاص مات. ليو بيطمنه، بس ليو بيرفض يمشي معاهم وبيقرر يفضل يراعي الحديقة في صمت. ماسون لسه عنده شوية غل، بيطارد عربية سيرج بجنون وهو ناوي ينهي حياة العيلة كلها. لكن ليو بيظهر زي الصقر على البايك بتاعه وبأقصى سرعة بيقرب من عربية ماسون وبيديله رجل على طاير كده بكل قوته. الضربة كانت عنيفة لدرجة إن العربية بتاعت ماسون زحفت على الطريق ووقفت تماما. ليو بينزل من البايك وبيروح ناحية العربية وهو مستعد، لكن المفاجأة إن ماسون مش جوه. فجأة بيظهر ماسون من ورا العربية وهو رافع مسدسه في وش ليو. لحظة حبست أنفاسنا كلنا، رصاصة واحدة كفيلة تنهي الأسطورة الرقيب بوم. هنا سيرج بيقرر إنه مش هيفضل يتفرج، بينزل من العربية بكل شجاعة وبيقف قدام ماسون ويقول له انت مش عندك مهمة لازم تخلصها؟ انا قدامك اهو وانا واحد من المهمة، يلا خلص عليا. سيرجي بذكاء طبعا بيفضل يشتت انتباه ماسون ويخليه يفقد تركيزه لحد ما ماسون بيتهور ويضرب اخر طلقة في مسدسه على سيرجي بقى ساعتها بيبتسم وبيرمي التحدي كده وش لوش الماسون، بيقول له تعالى بقى ايد لايد كده اتعارك معانا لو انت راجل. ليو ما بيستناش كلمة زيادة، بيطير في الجو وبيديله ضربة رجل احترافية في صدره ووراها سلسلة لكمات تكسير عظم ما خلتش في ماسون حتة سليم. واخيرا القائد الخاين بيقع جثة هامدة وكابوس العصابة بينتهي للأبد. ليو بقى في الآخر بياخد العجلة من العربية عشان يرجع بيها في هدوء، وبنشوف في آخر لقطة وهو بيرجع يعمل أكتر حاجة بيحبها في الدنيا، بيهتم بالورد وبيراعي الجنينة بتاعته وكأن شيئا لم يكن، ولا حصلت أي حاجة مع البطل بتاعنا يا باشا، ولا بيهزوا أي حاجة. البطل اللي أنقذ دولة كاملة من مؤامرة سياسية
الأساسية رجع تاني مجرد بستاني هادي بيحب الطبيعة وبيزرع الورد. لو وصلتوا معايا للنهاية ما تنسوش تدعموني باللايك المتين يا معلمين، وتكتبوا لي كومنت كده رايق تقولوا لي فيه ايه أكتر مشهد عجبكم في الفيلم، وهل ليو كان صح إنه فضل بستاني ولا كان لازم ياخد منصب مع سيرج. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ملخصاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.